السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإخوة الكرام الأفاضل. يا رب نكون كلنا بخير. في الحقيقة مش عارف في إيه. يعني أنا أكتر اسمين سمعتهم وقريتهم في مصر الفترة دي شيرين. ما كنتش حابب ولا علقت قبل كده خالص على الموضوع، بس استفزني جدا. شيرين والبورس المصري أنا بعرف منه جدا يعني. والنتاش. فإحنا نيجي نتنقل من البوستات، نروح نفتح فيديوهات نلاقيهم في وشنا. بخلاف بقى بص الاقي كأن يعني ماسورة انفجرت في وشنا من سبوبة خالف تعرف، اللي هي بين قوسين الست والراجل، يعني الراجل والست، الراجل ملزم، الست مش عارف ايه والحاجات دي. سبوبة خالف تعرف تنفجر في وشنا. الستات والرجالة الحلوين العاقلين المثقفين المتدينين قافشين في بعض وبيشيروا كومنتات، اللي معترض واللي معاه واللي في الصف ده واللي في الصف ده، ورياكتات يعني غريبة جدا. وأصحاب السبوبة اللامنطقية دي يرجع لهم كل ده طبعا، بيقعد عليهم شهرة وفلوس. ومسكوا انتوا في بعض عادي، وزي اللي بيكسروا التلفزيون ويتخانقوا مثلا مع مراتاتهم ويعملوا مشكلة في البيت علشان خاطر ماتش كورة مثلا، وتلاقي لعيبة أصحاب وفي شهرة وفي فلوس برضه وفي جمهور، ودول ماسكين في بعض عشان ماتش كورة. فحاجة تحرق الدم. زائد بقى كده شوية هبل على شوية ترندات عجيبة كده، اللي هي من عينة بص العصفورة، عارف انت. والغريب ان كله بيبص يعني. وطبعا كل شوية بتتغير، ومن ترند لترند، من ترند لترند، واحنا وراهم، عارف انت، رايحين جايين رايحين جايين ورا كل ترند جديد وكل خبر جديد مسلط عليه الضوء. ودي ترندات معروف انها ترندات، او معروف انها حاجات موجهة يعني مقصودة لإلهاء الناس. والغريب بقى ان كلنا بنروح وراها وبنبص على العصفورة برضه يعني، وما نلاقيش حاجة يعني. غير بقى اللي مش عامل ترند او ما لقاش نفسه ترند ويقوم عايز يركب الترند، سواء بقى شخصية معروفة او غير معروفة او حد من العامة يعني. يقوم راكب الترند، اللي هو ايه، انا عاطف معاكم في الترند على فكرة يعني، فما تنسونيش. فغريبة يعني. غير كمان عندنا حاجة تانية، عندنا آه، اللي بيقول مثلا كلمات أغنية، حد يطلع كده يجيب أغنية والكلمات اللي هي أصلا في الأغنية الأصلية عن قصة يعني ملهاش علاقة خالص لمايكل جاكسون. ويقول لك أي كلام غريب كده، هو مش كلام أصلا. وانت شويجري، انت شويجري ايه يا حبيبي، انت شويجري تبقى انت حرامي يعني، ما هو يعني انا لو هنتش واجري يبقى حرامي يعني. فاللي هو ايه، انت شويجري يعني، انت بتشتغلنا يعني ولا ايه؟ وغيره. ويروحوا بقى جري القنوات والمنصات الإعلامية والمحطات وهكذا يعني وراه. هو عشان خاطر الناس لقوا الناس انتبهت، لقوا في رياكتات، لقوا كومنتات، فيروحوا وراه عشان خاطر ويقول لك حقيقة كذا. فيقوم الناس تعمل ايه؟ تقوم الناس تنتبه للفيديو بتاع الصفحة أو القناة والناس دي، فبرضه الهدف من وراها السبوبة يعني. المشكلة كمان اللي بيعلقوا بيعملوا رياكت ده يعني أغضابا، يعني الناس الزعلانة يعني. هو أنت يعني كده منعته أو قومته أو قاومته؟ أكيد لأ يعني بالعكس. هو أنت متخيل يعني إن أدسنس مثلا ولا ميتا ولا تيك توك ولا أي منصة مثلا بتعرض عليها الحاجات دي، هي بتبص يعني كام حد زعلان أو معترض؟ بالعكس خالص، هي ما بتشوفش ده أصلا. هي بتشوف الفيديو ده اتشاف مليون مرة. فبالتالي ده سوق كويس إن نعرض عليه الإعلانات يعني، للمعلنين بيدفعوا لنا فلوس عشانها يعني. وبالتالي يستمر صاحب المحتوى ده أو أصحاب المحتويات دي تستمر، يعني مهما كان محتواهم يعني تافه أو أيا كان، بيسيء للناس أو بيقدم شيء مش كويس، تستمر الناس دي. آه، يعني حتى كمان يعني المشكلة اللي أنا الاسم اللي أنا ذكرته فوق، فهي مطربة، مشكلة مطربة أو مشكلة واحدة مع جوزها، ملهاش علاقة يعني مطربة وغنى. هو أنتوا ليه يعني عشان مطربة يعني أو عشان شخصية معروفة؟ طب في 100,000 مشكلة في نفس السياق أو بنفس الأحداث دي مثلا، بس ورا ألف باب وحيط يعني، في خصوصية، في حاجة اسمها حرمة بيوت وخصوصيات يعني. لكن في ناس قررت تنشر غسيلها على الدنيا كلها يعني، سواء بإرادتهم أو حد بيسعى وراهم، فدي مش قصتنا يعني. موضوع خلاص، مش خلاص يعني احنا سيبنا الدنيا كلها وسيبنا مشاكل. طب ما كل واحد بيرفع ده يبص مشكلته هيلاقي عنده أصلا يعني. فاللي هو ايه، في ايه يعني. آه يعني
كمان في حاجة يعني احنا مش عارف، احنا بقينا فاضيين قوي كده تحت قوي كده، يعني غرقانين في مستنقع جهل ومرض وتفاهة. بقى في حاجة حالة عامة كده من اللامبالاة وموجة موجهة من الإلهاءات، والكل رايح بكل يعني سوري يعني معظم الناس، خلينا نقولش الكل، كل بلاها يعني وراها يعني. فصعب الموضوع جدا يا جماعة. في ايه؟ وموضوع انت ما كنتش في قلبه، مثلا زي موضوع كشري او غير كشري او غير، او المواضيع المتكرره دي، ويطلع حد يزايد عليها، ويطلع حد يعلن نفسه، ويطلع حد يطلع يركب على الموجه طالما ما عرفش ان هو يكون اصلا من في قلب الموجه نفسها، فبيطلع عليها وغيره يطلع يشتم هنا، وده يطلع يشتم. طب انت مين قال لك ان ده غلطان او ده مش غلطان؟ طب مين قال لك اصلا الموضوع ايه يعني؟ او ايا كان، حتى لو انت يعني انا مش عارف يعني. طب ما هو في مثلا المحل ده، ما في 50,000 عامل شغالين هنا يعني، وفي ده عامل واحد. يمكن من ناحية مثلا انه ما ينفعش مثلا حد زيه مش كويس، او طبيعي زي الشغل بتاعه بقى فيه مشكلة، ودي مش مشكلته على فكرة يعني. وهو الناس بتاكل في اماكن، فبالتالي مش يعني نوع من انواع مثلا التحفظ يعني. وممكن يكون يعني، انا لما شفت مثلا بعض الفيديوهات، شفت فيديو تاني كان المفروض انه في ماسك شنطه، فماسك شنطه يبقى انت واخد اوردر تيك اواي، اللي واخد اوردر تيك اواي ما ينفعش ياكل في المطعم. انا بدخل اكل في المطعم، بتحط لي الاكل في السيرفيس، وبقعد اكل في المكان يعني، في ده بيبقى نظام محلي يعني. لكن انا اخدت في شنطه وادخل اقعد اكل عافيه يعني؟ لا، معلش. وبعدين انا بصراحه حقيقه يعني شهاده، انا بشوف الناس اللي هي عمال نظافة، ودي برضو مش مشكلتهم، ما تعبهمش، بيبقى بيجي لهم وجبات من المطاعم كتير جدا ببلاش مجانا، آه، وبيدوهم فلوس. انا بشوف ده. فاصل الموضوع طالما انت في حاجة اسمها عين اليقين، انت طالما انت ما عندكش يقين بالموضوع ده، ما تفتيش فيه، ما تظلمش حد. ما انت ممكن تقفل بباب يعني، المحلات دي فيها الاف العمال. طب الشخص ده اتهان، حد يعوضه وخلصنا يعني. ده لو ده كان حصل. لكن انا شفت شنطة يعني، موضوع الوجبة دي تيك أواي، والله اعلم هو داخل عافية ولا داخل ايه. انا شفت فيه مشادات يعني. مشكلة بقى حد تاني كان بيتكلم انه والله ده احنا جبنا له وظيفة كويسة ومش عارف ايه محترمة. لا، ما هي وظيفة عامل نظافة محترمة والله. اي وظيفة شريفة في الدنيا شريفة تبقى وظيفة محترمة. المشكلة بقى ان احنا نقول قدمنا له ايه. يبقى في المفروض يبقى في نسخ من الزي بتاعه عشان تبقى نظيفة دايما، يبقى في مرتب آدمي عشان تقيه الحاجة، يبقى في معاملة طيبة داخل الشغل بتاعه، يبقى في أدوات محترمة بيتعامل بيها. ده الشيء المحترم اللي يقدم. لكن أي وظيفة شريفة هي وظيفة محترمة. وشكرا، نلتقي في فيديو آخر. السلام عليكم.